دايما ناشطه وفرحانه. دايما دايره موزونتها وكتشطح وما على بالهاش. بقيت كنقول لهم مالكم علاش ما عرضتوش عليها. حيدي عليا هذيك راه الشايه وهالداره. قالوا سيادنا الاولين ما تقطع الواد حتى يبان حجارو، ما تمشي في الليل حتى يبان نهارو، وما تعاشر حد حتى تسول على اخبارو. عشرة منواله كتورث الباله، والله نجينا ونجيكم من الحسود ومن شر الخلق اللي ما كيخافش مولانا. ونوصيك يا الواكل الراس في البير رمي عظامو، لا عين شافت لا قلب وجع وفماك التملو الجامو. السكات حكمة ومنو تفرق الحكايم، السكات حكمة ومنو تفرق الحكايم. الهضرة في الناس خليها وسبح لله الدايم، الهضرة في الناس خليها وسبح لله الدايم. مالك لاله سميرة، اش وقع ليها؟ بغات الناس تستافد من قصتها. حنا قصصنا ماشي للفرجة وإنما للعبرة. تابعي قناة كان الأم غالي. إلا كنتي يا لالا كتشوفيني في الصباح، صباح السعادة وراحة البال، صباح الورد المنثور على قلوبكم. إلا كنتي يا لالا كتشوفيني في المساء، مساء السعادة وراحة البال، مساء الورد المنثور على قلوبكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وسانك سانك كما العادة. فيديو جديد مع شكون؟ بطبيعة الحال معايا كان الأم غالي. صافي في هذا الفيديو هذا غنطرق واحد ما كاملاش 4 ثواني ولا 5. هذا الفيديو الوجهة هي هولندا، هولندا أمستردام. مهم. وباقي عندي فيديوهات اخرين، انا فقط يعني كنزل لكم روطار صراحه. داكشي مع الفيديوهات ما شاء الله ما كنساليش. مهم دابا هاد الوجهه هادي هولندا، ولكن راها روطار بالنسبه لي انا. روطار. باقي عندي فيديوهات اخرين ان شاء الله، كل مره نبقى ننزل لكم حاجه. المهم هاد الفيديو هذا راه هي هولندا امستردام. بداو القصه، يلا تابعوا معنا قصة لاله سميرة والحسد والغيرة، فين وصلوها وشنو وقع ليها. قبل ما نبدا القصه ديالي غنخلي لكم التعاليق مفتوحه، وقولوا لي شنو الامنيه اللي كتمناو في هاد العواشر. اي وحده فيكم تكتب لي الامنيه ديالها وشنو كتمنى في هاد العواشر. احنا نامنوا ونقولوا امين كاع الناس اللي في التعاليق ان شاء الله بحول الله. ينجح وليداتنا ووليداتكم والله يبلغ المقصود. سميرة هي الأم الزوينة في خواتاتها، غزالة ما شاء الله تتحمق. سميرة ولدت 3 الولاد وبنت، وهذيك البنت هي اللي جات كتشبه فوتوكوبي لامها. كتقول لها امها انت يا بنيتي ديما مهوره وخضره، بغيتك غير النهار الخايب تكوني غايبه. دايما تعيطوا لها الزغراتة ودايما تتشطح وما على بالهاش. شدات الباك ديالها، شدات لا ليسونس ديالها وبقات كتدفع وكدوز لي كونكور. دات السيفي ديالها ومشات تخدم بحال اي بنت طموحه باغيه تخدم. بعد سهل عليها الله وخدمت في واحد الشركه، هي والصديقه ديالها. غاديين هي وياها، جايين هي وياها، خارجين هي وياها، جالسين هي وياها. مهم فين ما مشاو تيمشيو بجوج وتيجيو بجوج. هاد النهار مشاو معروضين لواحد عيد الميلاد، وما مشاتش صديقتها اللي كتمشي معاها دايما وكتجي معاها. سولتهم علاش ما عرضتوش عليها، قالوا لها حيد علينا هذيك عاه الداره. في داز داك عيد الميلاد مشات كملت الخدمه ديالها من بعد اسبوع من مورا اسبوع. مهم ما كملت الشهر صافي بحال اللي ما عجبتهاش الخدمه وجلسات. واحد النهار جات عندها الصديقه ديالها وقالت لها علاش ما بقيتيش في الخدمه وعلاش جلستي. دازت الهضره بحال هكاك من بعد تعرضوا لواحد العرس.
هذاك العرس البطلة ديال القصة ديالنا شافتها واحد المرأة وقالت لها واش تقبلي ناخدك لولدي. مهم باختصار تزوجات، ونهار عرسها عرضت على صديقتها. داز العرس وبقات ديك العلاقة مع الصديقة ديالها، وكل مرة كتوريها حاجة شنو جاب ليها، كبروا شنو كيفاش كبروا بها عائلته، شوفي تصاورهم. يعني كل مرة كتوري الصديقة ديالها حاجة، والسيدة كتشوف داكشي وكتبقى تكليت. واحد النهار البطلة ديال القصة ديالنا ما على بالهاش عيطوا ليها الصديقات ديالها وقالوا لها صديقتك اللي كتمشي معاها وكتجي معاها راها تهرسات. مشات هزات داكشي اللي قسم الله ومشات كطلع عليها. بقاو كيديو كيجيبوا في الهضره، وقالت ليها ان شاء الله نهار اللي دير العرس ديالها بالله هي الاولى غتحضر لعرسها والحنه ديالها وكل شيء. وقالت ليها عافاك مره مره بقى يجي عندي طلع عليا. يعني بما انها هي تهرست بغات الصديقه ديالها تبقى تجي طلع عليها مره مره. واحد النهار وهنا فين غتبدا المعاناه ديال البطله د القصه ديالنا. قالت لها اجي عندي، مشات دات داكشي اللي قسم الله ومشات عند الصديقه ديالها بما انها مهرسه. مهم فواحد اللحظه هما جالسين تيديو كيجيبوا في الكلام شويه، قالت لها عافاك عاونيني نمشي للحمام. اللحظه اللي عاونتها وصديقتها تكات على الكتف ديالها، حست البطله ديال القصه ديالنا شي حاجه نغزتها في كتفها. مهم وصلتها للحمام ورجعت جلسات شويه. واحد اللحظه شافتها بحال اللي مديرونجيا من الكتف ديالها. قالت لها مالكي؟ قالت لها ما عرفتش شنو. مهم هي تجرأ وقالت لها انها شربت الدواء بزاف وبغات تنعس. قالت لها حتى المره اخرى ونعاودوا نتشافوا. البطله القصه ديالنا صافي قالت لها بسلامه وخرجات. بطله القصه ديالنا مشات لدارها. واحد اللحظه حست بالكتف ديالها ماشي نورمال، وبقات كترجع السينتا، سوى ان الصديقه ديالها حطت يديها على كتفها لانها ما كتقدرش تمشى. فمني مشات عند الطبيب قال لها بلا الصديقه ديالها كانت في يديها شوكه وهي ما شافتهاش، شوكه دقاتها لها بلا ما تشعر، وهذيك الشوكه هي اللي خرجت لها على حياتها. فبقات كتمشي عند الطبيب وداوات وتشافات باذن الله، وما بقاتش كتمشي وقطعت الصله مع الصديقه ديالها. هذه هي اخر الثقه في الصحابات، والحسد والغيره فين كيوصلوا بنادم. احيانا عليك ياك حل الراس وماشي لك من طبيعه، السن يضحك للسن والقلب فيه خديعه، واكله وشاربه معاها وكتخدم معاها وكتمشي معاها دايما وكتجي معاها وهي كتحفر ليها. بنادم يا اختي ما تيخافش من الله. تنتمنوا هاد القصه تكون ماشي للفرجه وانما للعبره. عروس يدنا الاولين ما تقطع الواد حتى يبان حجارو، ما تمشي في الليل حتى يبان نهارو، ما تعاشر حد حتى تسول على اخبارو. عشرة منوالة كتورث البالة، الله ينجينا وينجيكم من الحسود ومن شر الخلق اللي ما كيخافش مولانا. نوصيك يا الوكل الراس في البر معدامو، لا عين شافت لا قلب وجع وفمك تسملو الجامو. سكات حكمة ومنو تفرق الحكاية، سكات حكمة ومنو تفرق الحكاية. الهضرة في الناس خليها وسبح لله الدايم. فهنا صلت قصنا وكنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. قصه كتبقى فقط قصه. ما تنساوش تدعموني بلايك ديالكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش شنو يوصلكم كل جديد بطبيعه الحال. وكما كنقول لكم دائما وكما عودتكم دائما،
شنو راكم دايما في القلب وتسناو مني فيديو اخر ان شاء الله الا بغى الله. طب طب طب. باي باي. سلامة. خليتكم على خير.